السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا هنشوف هنعمل مع بعض الفيديو ده. عملت ايه النهارده؟ عملت دنش بالدقيق القمحة الكاملة. جبت شرايح من الباف بيستري. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل الدنش الجميل ده ازاي، اللي ممكن ينفعنا لو حابين نعمل دايت ولا حاجه. ممكن كمان ينفعنا لو الناس اللي حابه تاكل حاجه حلوه، ما تاكلش حاجات فيها سعرات حراريه كتير. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي مع بعض. جبت باكت من شرايح الباف بيستري عشان اعملها دنش بالقمحة الكاملة. دوت الحبة اللي هي الكاملة، الدقيق القمح الكامل مش الدقيق العادي. طبعا لازم تفك قبل ما تطلعيه من الفريزر، تسيبيه شوية لغاية ما يفك وهو متقطع كده لوحده، شرايح كده. غير لما تكوني جايبة شريحة واحدة، اللي هو الدقيق الأبيض ده. طبعا بنفردها بالشابة، وبعد كده بنقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل المربعات ده. انا جبت هنا واحدة وحطيت، طبعا لازم ارش دقيق، وبعد كده بقطع بقى، بجيب سكينة كده وبقطع زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. زي علامة ال كده، بس مش بقطع الحرف كله. هعمل معاكم واحدة تانية عشان تشوفوها، وبروح مقفلاها بالشكل دوت. هعمل معاكم كذا واحدة عشان تشوفوها لو الشكل ما ظهرش معاكم. بشيلها من الورقة اللي هي عليها، وبعد كده بتكون رش طبعا السطح اللي انا بشتغل عليه الدقيق، وبقطع بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ما بوصلش للآخر. يا رب يكون الفيديو واضح. شايفين واضحة كده معايا؟ انا حبيت اقرب لكم الكاميرا، وبقفلها من ناحيتين كده بسيبها كده. نعمل كمان واحدة برضو مع بعض تاني بشكل مختلف. بقطع كده زي مثلثات. تمام. بس هنا انا جيت من اخر المثلث، المفروض ان انا اسيب راس المثلث من فوق، ما اقطعهاش، بس هي انا جيت على الحرف كده واتقطعت مني شوية، بس مش هتفك ولا حاجة. وبعملها زي وردة كده. باخد واحدة اتنيها واسيب التانية الطرف التاني لغاية ما اوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنعمل كمان واحدة تاني الشكل دوت، بس بقى هوريكم ازاي انا بفتح المثلث. شايفين؟ بصوا، بسيب الراس بتاعت المثلث، ما بجيش جنبها، بسيبها مقفولة عشان ما تتقطعش مني. وباخد واحدة اقفلها اتنيها لغاية ما اوصل لشكل الوردة بالشكل دوت. وبرصها بقى في الصاج اللي انا هدخله الفرن. نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 190 او 180، على حسب طبعا درجة حرارة الفرن بتاعك. وبقفل دي زي مثلث، وبقى اضغط عليها بالسكينة بفتحها، زي ما انتم شايفين كده. ممكن كده وممكن كده. وبجيب الطرفين، وبجيب الطرف الناحية دي اطلعه على الطرف الاخر، يطلع معايا بالشكل اللي انتم شايفينه. كذا شكل بنعمله. بجيب كده اي غطا او اي كوبايه صغيره، وبدوس عليها، او اللي هي بتاعه الكحك اللي احنا بنعمل بيها الكحك، اللي هي اللي بتديني شكل الكحك. بضغط بنصها بس، يعني مش بعمل بالدايره كلها، نص دايره تديني الشكل دوت. يعني على حسب الاشكال اللي انت بتعمليها، هتديكي اشكال طبعا حلوه على حسب التفكير اللي بيجي في دماغك. انا هنا قطعت برضو المثلث ده، هعمله برضو زي اللي انا عملته. شايفه ان الشكل دوت عجبني وشكله حلو. قطعت كده، وهبتدي برضو اقفل بالشكل ده كده. ممكن تسيبيها كده، وممكن تقفليها كل الجوانب وتسيبي طرفين بس، على حسب الشكل اللي انتي شايفاه عجبك يعني. وهنا بقفل الطرفين وخلاص. هرص كل دول بقى في الصاج، وهجيب بقى تجيبي، انا جبت هنا المعلقه بتاعت العسل الخشب دي، وبضغط بالنص كده علشان ما تتفتحش مني لما تدخل تستوي. عايزه بقى تدهني بقى، تحطي مربى، تحطي اي حشوات، او تعملي ممكن اللي هو الحشوة اللي هي الكريم باستري تعمليها، او مهلبية اللي هي الحشوة القشطة الكدابة، او ما تحطيش حاجة وتحطي سكر بودر زي ما انت عايزة. انا كان عندي مربى فراولة ومربى مشمش، حطيت من الاتنين. وطبعا هيكون معانا بضاية وعليها فانيليا، ونضربها كويس، ندهن الوش بتاع الدنش بتاعنا بالبيض عشان يطلع شكله حلو كده، ولونه كمان ذهبي وحلو، زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهسيب طبعا، ممكن تسيبي كمان
كام واحدة من غير أي حشوات، تتاكل معاها أي حاجات جبنة أو أي حوادق، أو تترش عليها سكر بودر بس، زي ما أنتِ عايزة. أنا بصراحة كنت جِبته، ما كنتش عارفة إن هو اللي هو القمح الكامل، إن هو يدّيني اللون ده، اللي هو لإنه طالع مسمري شوية وما اتنفخش أوي. لإن طبعًا العادي بيتنفخ معاكِ زي اللي بتجيبيه من العبد وبتجيبيه من الأفران، بيبقى هش كده ومنفوخ جدًا. فقُلت مش مشكلة، أنا كده باعمل دايت، فحلو. وطبعًا كمان صحّي كمان، القمحة الكاملة صحّية عن الدقيق العادي اللي هو الدقيق الأبيض. فطبعًا بيبقى هو أصلًا صحّي، وطبعًا وطعمه كان جميل برضه، ما كانش وِحِش. وحطيت كده، كان عندي الكريز، حطيت كده كام واحدة كريز في النُص، ادّاني شكل حلو زي اللي بنجيبه من برّه بالضبط. وسِبت آخر واحدة ما حطيتش عليها أي حاجة. على فكرة ممكن ده كمان ما تعمليهوش حلو، ممكن تعمليه بأي بقى حشوات سبانخ أو الجبنة، ممكن تعمليه حشوات حوادق وتدخّليه الفرن لو مش عايزة تعمليه حلو. بس بصراحة أنا كنت جايباه علشان أعمله الدَنَش الحلو، بس هو طلع معايا بدقيق القمحة الكاملة. فطبعًا قُلت مش مشكلة خلاص، مش هارميه طبعًا، أستعمله. لو أنتِ طبعًا جبتِ ده أو عايزة تجيبي القمحة الكاملة هتجيبيه وهيطلع بالشكل اللي معاكِ اللي أنتِ شُفتيه دوّة. طبعًا ما اتنفخش زي ما أنتم شايفين، بقى هو يعني عالي حاجة بسيطة. طبعًا هتلاقيه مقرمش، وطبعًا هو مش هَش أوي زي الدقيق اللي هو الأبيض، اللي هو الدقيق العادي. أتمنى طبعًا تكونوا، يا رب تكونوا وصلتوا معايا لآخر الفيديو. أنا ما حبيتش أطوّل عليكم الفيديو عشان يبقى فيديو بسيط وقصير، عشان ما تملّوش من مشاهدة الفيديو. ولو كنتم معايا لغاية دلوقتي، أتمنى منكم لايك واشتراك في القناة، وكومنت حلو منكم، عايزة أعرف أنتم جربتوه والّا لأ، وإيه رأيكم فيه. وطبعًا ما تنسوش بقى تصلّوا على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع ألف